فراكتال ديزاين او فراكتال هي شركة سويدية منتجاتها بتتصمم في السويد وتحديدا جوتنبرج. بدأت سنة 2007، يعني خبرة 15 سنة تقريبا في المجال. عندهم مكاتب في اوروبا وامريكا الشمالية واسيا. الشركة متخصصة في صناعة المشتتات والمراوح والبار سبلاي والكيسات وبعض الاكسسوارات زي الفيرتيكال ماونت وغيرها. منتجات فراكتال مشهورة بالنسبة الاكبر في السوق الاوروبي، وبشكل عام متواجدين في حوالي 45 دولة حول العالم، لكن في مصر تحديدا لسه البراند جديد نسبيا، مفيش ناس كتيرة تعرفه. كلنا عارفين ان مش اي منتج يقدر ينافس في المجال بشكل عام، لان الشركات كتيرة حاليا والاوبشنز قدام المستخدم ما بتخلصش. واحنا هنا بنتكلم على منتج بيخدم السوق الاوروبي، يعني منتج اوروبي، والسوق الاوروبي هنا بيعتمد على مواصفات وشروط جودة عالية جدا، فلو ما كنتش مميز مش هتقدر تكمل، خصوصا في اوروبا. فراكتال بتوضح ان رؤيتها في التصنيع مبنية على تصميم نموذج مختلف وعملي، هما اللي بيطوروه هندسيا من الصفر، مش مجرد شيء تقليدي او شائع. وبيقولوا ان فكرتهم هي الهندسة المميزة للمنتج بحيث يقدموا افضل جودة ممكنة. من النظرة المبدئية على منتجات الشركة، فهي مش فئة شعبي ولا اقتصادية، دي فئة الكواليتي بتاعتها عالية شويتين، كمان اسعارها معقولة، يعني مش غالية اوفر ومش رخيصة برضو، وده اللي حمسني لمراجعة منتجات فراكتال. السؤال الاهم دلوقتي، هل الاداء هيكون فعلا محترم زي الشكل الخارجي ولا لا؟ معانا منتجات متنوعة لشركة فراكتال، هنجربهم في اكتر من فيديو وهننقل معاكم الصورة كاملة. في الفيديو ده هنبدأ بكيسة وباور احترافيين. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. الكيسة اللي معانا اسمها ميشيفاي 2 كومباكت، جاية من كلمة مش، مصنوعة من المعدن، الوش من نوع المش ومصنع من البلاستيك، والجنب او الباب من الزجاج الحراري. البابين من الاجناب مش بيتقفلوا بمسامير، ده ليهم زي كليبس كده بيقفل ويفتح بشكل جديد وشيك جدا. وزن الكيسة كاملة حوالي 9 كيلو، ووزنها بدون الباب الازاز حوالي 8 كيلو الا ربع، وده وزن مش خفيف خالص، وراجع لخامات كويسة في التصنيع. الكيسة بتيجي ب3 مراوح، 2 اماميين 140 مللي، والمكان عموما يسمح لك تركب 3 مراوح 120 لو عايز، ومعانا مروحة خلفية 120 مللي. كل المراوح باللون الاسود، ما فيهمش RGB او اي اضاءة عموما. الكيسة فيها مكانين لتركيب هارد 3.5 HDD، ومكانين لتركيب SSD او هارد 2.5 انش بشكل عام. الكيسة كحجم داخلي بتشيل بورد ATX بشكل عام، معاك لغاية 7 سلوت عادي جدا، زي البوردة اللي معانا دلوقتي X570 اورس ماستر على سبيل المثال، ودي بوردة كبيرة مش صغيرة خالص. كمان بالنسبة لكارت الشاشة، الكيسة بتشيل لغاية 34 سنتي بدون اي مشاكل، يعني تقدر تركب اكبر كارت شاشة ب3 مراوح عادي جدا. هتقدر تركب كولر مائي 240 مللي مرتاح جدا في الكيسة دي، مش هيتعارض مع الرامات ولا مع حجم البوردة ايا كانوا. الباور سبلاي معاك لغاية 20 سنتي، والباور اللي احنا مركبينه ده زي ما هتشوفوا حجمه مش صغير وكابلاته كتير، ورغم كده الكيسة شايلاه مرتاح بدون اي مشاكل. تنظيم الكابلات من الحاجات المميزة في الكيسة دي، زي ما انتوا شايفين على قد ما المساحة مش كبيرة قوي والكيسة مش عريضة، لكن في توزيع ذكي للموضوع. كمان عاملين لك اللزقة بتاعت فراكتال بحيث تظبط بيها الكابلات في الكيسة نفسها، وفي النهاية بيديك منظر ما فيهوش دوشة ومنظم جدا. التهوية كويسة ومعقولة جدا. المروحتين الاماميين عاملين اير فلو هوا داخل مع مروحة الشفط البره الخلفية، فالدنيا تمام جدا في النص، ومش هتحس بأزمة تبريد خالص. كمان المراوح صوتها مش مزعج حتى وهي شغالة بأقصى سرعة، الطبيعي خالص بتاع اي مروحة عادية. شيء مميز جدا برضو، هتلاقي مخرج تايب سي في الكيسة نفسها من فوق، ودي حاجة مش موجودة في كيسات كتيرة جدا، لكنك هنا معاك مخرجين USB 3 ومخرج تايب سي، زائد مخرجين الصوت اللي هما واحد عادي وواحد للمايك. كمان هنلاقي فلاتر لمنع الأتربة موجودة في الكيسة من فوق، وكمان موجودة من تحت، وتقدر تخلعهم تنضفهم وتركبهم تاني بسهولة.
الكيسة متوفر منها اللون الابيض والاسود. السعر حوالي $125، يعني هنقول من 1900 ل 2000 جنيه مصري تقريبا. ابرز العيوب اللي ممكن تخلي بعض الناس ما تفضلش الكيسه دي هو ان مراوحها مش RGB ولا مضيئه بشكل عام، كمان انها ما بتشيلش كولر مائي مرتاح يكون اعلى من 240، ده لو هتركب في الكيسه من فوق. نقطة السعر برضو بعض الناس ممكن تعتبرها غالية شوية، لان نظرا لان كيسة بدون باور بتوصل ل 2000 جنيه وكمان المراوح بتاعتها مش RGB، فدي نقطة ممكن تكون مش محببة قوي عند ناس كتير. انا شخصيا شايف الكيسة دي محترمة جدا وبتقدم تجربة احترافية، من اول المظهر الخارجي اللي هو على قد ما هو بسيط على قد ما هو مميز وهيعجب الناس اللي بتحب السيت اب السايلنت خالص. كمان خامات التصنيع كويسة، مش شعبي ومش اقتصادية، لا دي فئة اعلى شوية، بالرغم من ان الكيسة كومباكت كمان، يعني صغيرة شويتين، مش الحجم الاكبر من الموديلات بتاعة الميشيفاي بشكل عام، لكنها شايلة تجميعة كبيرة تعتبر هاي اند بدون اي مشاكل. كمان فراكتال عامله راكات بتتخلع وتتركب، هتصادفها طول ما انت بتستكشف الكيسه، بحيث الموضوع يكون فليكسبل قوي معاك لو حابب تغير او تضيف مكان حاجه. زي ما وضحنا ان الشركه هي اللي عامله التصميم الهندسي بتاع الكيسه كله، فهم عايزين يحسسوك ان الكيسه كلها بتقبل التعديل بابسط التفاصيل، مش مجرد قالب جاهز وخلاص ان انت ترضى بيه زي ما هو كده. كمان من منتجات الشركه اكسسوارات بتساعدك في اي كستمايزيشن عايز تعمله للكيسه. واحنا بنجرب الكيسة ركبنا معاها الباور اللي جالنا من شركة فراكتال برضو، اللي هو ION او ايون 750 جولد. خلينا نلقي نظرة سريعة عليه كده.
الباور فول موديولر، يعني كل الكابلات بتاعته بتتخلع وبتتركب، مفيش اي كابل طالع من الباور. القدرة بتاعته 750 واط، وبيجي بمعيار كفاءة 80 بلس جولد. موجود مروحة للتهوية 140 ملي من تصنيع فراكتال ديزاين. المكثفات في الباور ده منقسمة لجزئين، الجزء الأول والرئيسي ودي بتبقى مكثفات يابانية بالكامل، والجزء التاني اللي هو الثانوي ودي بتبقى تايوانية. في حماية من تغير التيار سواء منخفض أو مرتفع، كمان في حماية من أي شورت أو انقطاعات في الكهرباء بشكل عام، وحماية من درجات الحرارة العالية وغيرها من أنظمة حماية تلقائية متفعلة في الباور. الباور بيجي بضمان لمدة 7 سنين، ودي فترة طويلة جدا بالنسبة لضمان شيء إلكتروني وخصوصا لو باور سبلاي، والمعنى الوحيد للكلام ده إنه بيعكس لك جودة محترمة وثقة كبيرة جدا في المنتج. وزن الباور منفرد كوحدة أساسية حوالي 2 كيلو 300 جرام، ووزنه مع الكابلات بالكامل حوالي 2 كيلو 700 جرام. الباور هيقدر يشغل معاك كروت لغاية RTX 3090 وما يوازيه تقريبا، ويقدر يشغل كارتين من نوع RTX 3060 مع بعض وما يوازيهم. اما لو هنتكلم على المعالج فكل المتوفر في السوق سواء من AMD او انتل هيشتغل مع كسر السرعة وباقي التجميعة كويس جدا بدون مشاكل. من تجربة الباور حوالي 5 ساعات تقريبا ولمدة يومين متواصل ما اتطفاش، ومع الضغط على المعالج وكسر سرعته، معالج رايزن 7 3700X وتركيب كارتين شاشة من فئة ال RX 570 والضغط على كل الكلام ده، حرارة الباور والجهاز بشكل عام كانت ممتازة جدا، مفيهاش أدنى مشكلة. كمان مفيش أي صوت عالي من مروحة الباور ولا أي مشكلة حصلت معانا. طبعا في مقاييس تاني للحكم على الباور، زي انك تقيس الفولتات بتاعته وتقيس المكونات الداخلية، وخطوات بتبقى تكنيكال اكتر، ودي محتاجة اجهزة خارجية نقدر بيها نعمل اختبارات اكتر احترافية على الباور نفسه كهاردوير. لكننا دلوقتي بنحكم على ماتيريال واضح قدامنا وعلى مواصفات مكتوبة بكل تفاصيلها، كمان بنشارك تجربتنا الفعلية، فحكمنا مش هيكون كامل 100% على الباور، لكنه برضو بينقلك صورة كبيرة عن المنتج تقدر من خلالها تقرر هل هو مناسب ليك ولا لا. الجميل في الموضوع هنا هو سعر الباور سعره $90 تقريبا، يعني حوالي 1500 جنيه بالمصري بالكتير. وكذلك زي ما قلنا على الكيسة، يعتبر مش باور شعبي خالص ولا الماتيريال بتاعته ضعيفة او حتى متوسطة، لا الباور مصنع من كواليتي كويسة جدا، وده واضح من البداية، من اول وزن الباور لغاية المكثفات اليابانية المستخدمة في الصنع لغاية اخر حاجة خالص فترة الضمان الطويلة جدا اللي الشركة واثقة في منتجها وبتديها لك. وعشان كل الاسباب اللي قلناها دي، الباور ده يستحق يتحط في اول 3 اختيارات قدامك لما تيجي تشتري باور من الفئة دي. التقييم ده يعتبر رأي واجتهاد شخصي ناتج عن تجربة فعلية عملناها معاكم خطوة بخطوة. اي حد مش عاجبه الكلام على راسي طبعا، ويقدر يعتبر الريفيو من وحي الخيال ولا يمت للواقع بأي صلة. لو قدرت افيدك بأي معلومة اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تدعيلي، واشوفكم على خير قريب.